تفتكر ليه امريكا ما تقدرش تغزو ايران؟ تخيل معايا السيناريو ده. امريكا اقوى جيش في العالم، جيش ميزانيته العسكرية 800 مليار دولار في السنة، قدرت تغزو قبل كده العراق وافغانستان، ومين قبلهم غزت فيتنام. لكن لما الموضوع بيجي عند ايران الدنيا بتختلف تماما والحسابات بتتغير. ليه امريكا رغم قوتها العسكرية اللي ضخمة ما بتقدرش ان هي تغزو ايران؟ تفتكر السبب مثلا في قوة الجيش الايراني، ولا السبب مثلا في موقع ايران والجغرافيا بتاعت ايران، ولا لان الحرب دي ممكن تشعل الشرق الاوسط كله اكتر ما هو ولعان دلوقتي اصلا؟ حقيقة ان الموضوع اعقد بكتير مما الناس متخيلة. نيجي للسبب الاول، ايران دولة ضخمة جدا. لو بصيت على الخريطة هتكتشف ان ايران مش دولة صغيرة. ايران مساحتها حوالي 1.6 مليون كيلو متر مربع، يعني تقريبا اكبر من العراق ب3 مرات. وغزو دولة بالحجم ده مش سهل خالص، خصوصا ان عدد سكان ايران تقريبا 85 مليون شخص. يعني اي غزو ممكن يتحول لحرب طويلة جدا. السبب التاني جغرافية ايران الصعبة. ايران مش بس كبيرة، دي كمان محمية طبيعيا. ايران مليانة جبال وصحاري ومناطق وعرة. جبال زاغروس والبرز لوحدهم بيشكلوا حاجز طبيعي ضخم. يعني اي جيش هيحاول يدخل ايران بريا هيواجه تضاريس صعبة جدا، وده لوحده كفاية انه يخلي الحرب البرية كابوس لاي جيش. السبب الثالث الجيش الايراني. ناس كتيرة بتستهين بالجيش الايراني، لكن الحقيقة ان ايران عندها قوة عسكرية كبيرة غير الحرس الثوري. عدد الجيش الايراني 600 ألف جندي، غير الحرس الثوري اللي يعتبر دلوقتي واحد من أقوى قوات في الشرق الأوسط كله. ده غير إن كلنا دلوقتي شايفين إزاي إيران قدرت تطور الصواريخ الباليستية، الطيارات بدون طيار. السبب الرابع الحرب غير التقليدية. إيران ما بتعتمدش في حربها على جيشها أو على الحرس الثوري لوحدهم، لا، إيران على مدار السنين قدرت تبني شبكة حلفاء في المنطقة، زي حزب الله في لبنان، جماعات في العراق، الحوثيين في اليمن. وده معناه ان اي حرب مع ايران هتتحول لحرب اقليمية كبيرة. تقريبا ده اللي حاصل دلوقتي وكلنا شايفينه وشايفين نتائجه. السبب الخامس مضيق هرمز، وهنا بنتكلم عن اخطر نقطة في الموضوع. المضيق البحري ده بيمر منه تقريبا 20% من نفط العالم. ايران دلوقتي قافلاه بسبب الحرب، وده السبب ان العالم كله عنده ازمة اقتصادية. مفيش بلد في العالم غير والنفط غلي فيها والاسعار كمان عليت فيها. كل ده والحرب لسه معداش عليها 15 يوم، ما بالك بقى لو المضيق ده فضل مقفول شهور، ايه اللي ممكن يحصل؟ نيجي للسبب السادس، وهو تجربة الجيش الامريكي في العراق وافغانستان ومن قبلهم فيتنام. امريكا اتعلمت درس صعب جدا في العراق وافغانستان. الحربين دول كلفوا امريكا اكتر من 6 تريليون دولار واستمروا سنين طويلة، وبالتالي غزو ايران هيكون اصعب وهيخسر امريكا كتير جدا. عشان كده امريكا رغم قوتها العسكرية دايما بتفضل مع ايران اساليب تانية بدل الغزو، زي العقوبات الاقتصادية، الضغط السياسي، الحروب الغير مباشرة، واخر حاجة شفناها الحرب المباشرة. بس كل دوت من غير غزو، لان غزو ايران هيفتح باب حرب ضخمة محدش عارف نهايتها، خصوصا وان روسيا والصين بيدعموا ايران. السؤال الحقيقي، تفتكر لو امريكا قررت تغزو ايران مين اللي هيكسب في الحرب دي؟ وتفتكر في الوقت ده ممكن روسيا او الصين تدعم ايران عسكريا؟ اكتب لنا رأيك في الكومنتات وخلينا نشوف الناس شايفة الموضوع ازاي.